البطولات الوطنيه لفئه المعاقين. سبق له ان قدم عرض في بطولة العالم لفئة الشبان التي أقيمت بطولة العالم لفئة الشبان التي أقيمت بالمجمع الرياضي أمين بن عبد الله بمدينة الرباط، وقدم أيضا عرضا مميزا في منافسة كأس العرش. إذا سنتابع يعني هذا العرض اللي هو فيه دروس وعبر كبيرة جدا من جانب سعيد المحمودي. فعلا ملي كنشوف هذا الوليد سعيد بصراحة كيعطيني درس ديال الحياة. بالفعل درس كبير في الحياه، درس كبير في التحدي، درس كبير في يعني مقاومه يعني واقع هو انت كيعيشوا بشكل ايجابي، كيعيشوا بايجابيه كبيره فعلا جدا. وهذه حركات وتطبيقات يعني الكل يصفق، نحن ايضا نصفق الكل، الزملاء التقنيين يعني ربما احيانا غيترك الكاميرا ويولي من اجل التصفيق، فهذا يعني امر ايجابي كبير جدا. يعني هنيئا لنا بوجود مثل الطاقات على المستوى الوطني، وهذه الطاقات كبيره اعتقد يعني درس يعني اقولها من القلب، يعني كتخرج من القلب حقيقه صراحه، وما فيها حتى شي تصنع ولا البحث عن كلمات، هذا واقع ما شاء الله. وصور ولقطات تغني عن اي كلمات وعن اي تعليق. يعني سعيد المحمودي، جمعيه مبادرات سيدي مؤمن كما قلت، نتابع مشاركه دابا غيدير مقابله حركات اللي وري لنا استعراضيه بالفعل بالحركات اللي قدموها في اثناء هذا المجال. اوه جميل، وكاين تناسق بديع يعني. دابا سي صلاح الدين خصك تعرف بان سي سعيد ملي دار العرض ديالو في بطوله العالم في الرباط، دابا بزاف ديال الدول منهم فرنسا كتعيط لينا باش يستقبلوه يدير عروض عندهم في فرنسا وفي دول اجنبيه اخرى. وانا كنذكر انه يمكن حضور مجموعه من الشخصيات مثل بطوله العالم اللي قدموا ليه الثاني على البساط، منهم وزير الشباب والرياضه سي منصف الخياط اللي هبط عنده، هو رئيس الجامعه العالميه ديال الكاراتيه اسبينوس اللي هبطوا عنده حتى البساط باش يسلموا عليه، لان كان داكشي اكسترا اوردينير بالفعل. وهذا يعني جميل استعراض، حركات استعراضيه جميله جدا فعلا. لي زيماج كما كنقولوا لي زيماج بارل ديل ميم حقا. هنيئا لهذا البطل، الكل يجب ان يقف. كتشوف الجمهور واقف احتراما للشخصيه